ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ تعالوا بقى اقول لكم ازاي تعملوا السبع بهارات في البيت، وايه هي الكميات من كل بهار منه. عاوزه اقول لكم ان انا جايباها من عطار حلو وكبير، وهو اللي قايل لي على الخطوات دي بقالي كام سنه معتمداها. تعالوا بقى نشوف عملنا العظمه دي ازاي. انا هنا يا بنات بروح عند العطار بجيب الكميات اللي هو كان قايل لي عليها، بجيبهم عشان ما اقعدش اوزن، فبجيبهم جاهزين. يعني جبت 200 جرام من الكوبيبه الصيني، و100 جرام فلفل اسود، و30 جرام من كل بقى حاجه بعد كده، الحبهان والقرنفل والقرفه والجنزبيل وجوز الطيب. هاتهم يا بنات مش مطحونين، نطحنهم في البيت احسن بكتير. ولو عايزه تقللي الكميه طبعا ده براحتك. هي اكتر حاجه يعني اللي هي الاساس بتاع السبع بهارات هي الكبيبه الصيني او البهار الحلو. ده كميته كبيره، ده 200 جرام، فنبتدي منها ننقصها ل 100 جرام. يبقى ننقص الفلفل الاسود 50 جرام، ننقص بقيه التوابل بدل 30 يبقى 15. يبقى احنا كده عملنا نص الكميه. بس هي الكميه دي بالنسبه لي بتقعد معايا سنه واكتر كمان، وبفضل محتفظه بيها في التلاجة، بتبقى زي ما هي، ريحتها ما بتتغيرش. هنقيهم بقى يا بنات واحطهم بقى في الطاسه. هنا هشيل الجنزبيل، ده هخليه في الاخر خالص عشان ده بودر، وعلى نار هاديه يا بنات. اهم حاجه ده فيها زيوت متطايره، فما تحاولوش ان انتوا تزودوا عليها النار. يعني ده العطار اللي قايلها لي، لا اما في الشمس لو انت مش هتعرفي تعملي الخطوه ديت. يا دوبك ثواني بس تسخن، نشيل منها الرطوبه بس. بصوا، ونزلت اهو بالجنزبيل، هديها تقليبه واحده بس وهقفل على طول. انا مش عايزاه يسخن، انا بشيل الرطوبه بس منه، مش هحمصه. اهو بالشكل ده خلاص كده. هنقله بقى في طبق تاني علشان خاطر ما يبقاش في نفس الطاسه ويتحرق مني. اهو كده، واسيبه بقى يبرد خالص ونطحنه. يا بنات نسيت اقول لكم، كان هو قايل لي ان احط 4 وحدات من جوز الطيب، بس انا كنت جايبه زياده لنفسي انا، ليا انا. بصوا بقى، هنا جبت المطحنه، وهطحن بقى الكميه كلها وهرجع لكم تاني. بصوا يا بنات، هنا بعد ما طحنت بننخله كده عشان لو في اي شوائب بنشيلها، عشان كلها تبقى ايه، ناعمه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ عاوزه اقول لكم يا بنات، بتعمل معايا برطمان حلو جدا. الكميه ديت بتقعد معايا بالسنه. شايفين شكله عامل ازاي؟ وبألف هنا.